ابراهيم اذا ما اتجوزتش سعاد دي هتتجنن يا اخي. جنون ايه؟ الجنون صحيح يمكن يحل المشكله، انما لا انا هتجنن ولا انا هفضل عايش. خلاص بقى افضل كده نص نص. اسمع، احنا عايزين نبحث المسألة بشوية صراحة اكتر. هي رتيبة ما بقتش عجباك؟ يعني ايه؟ يعني سعاد احلى منها؟ ايوه، انما مش الجمال بس هو اللي مخليني افكر في اني اسيب رتيبه واتجوز سعاد. جمال البيت، جمال القرايب، جمال الملابس، جمال الكلام. جمال الكلام مش الكلام الدبش يا ابراهيم. كلام ايه يا اخواتي اللي له جمال ده؟ اسكت يا ابراهيم احسن الواحد بيتحسر. ده الواحد بعد الراحه والحظ اللي هاجم عليه يروح البيت ها. اقول لك ايه وعد لك ايه؟ يا ما في كلام ما ينقلش. اسمع، انت عندك مانع تيجي تتعشى معايا الليله دي؟ عندك مانع؟ قوم عشان تشوف بنفسك، قوم. يا بنت يا حلويات، انت يا بنت يا حلويات لسه ستك ما صحيتش؟ لا يا سيدي صحيت. طب بقالنا ساعه مستنيين لقمه ناكلها، ما عندكوش اكل؟ لا يا ست بتوضب السفرة يا سيدي. تراهن يا ابراهيم ان القيامه هتقوم قبل ما تتوضى بالسفره؟ اتفضلوا يا سيدي. ادي حاجة يا سيدي تثبت انك ان انا ظالم؟ لا، عصبي. والله يا اخي دي اول مره في التاريخ. زي بعضه، نبتدي التاريخ من المرة دي. قوم قوم بلاش غلبه، قوم. ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. قوم يا بنت يا حلويات. الله، انت عليك عفريت اسمه يا بنت يا حلويات؟ ايه عايز ايه؟ ما هو خير ربنا قدامنا هو يا اخي. بقى ده خير ربنا؟ والله يا اخي انا كنت وانا فقير بلاقي اكل احسن من ده. يا سي امين يا سي امين، ربنا يزيدها نعمه. عيش وجبنه وخيار. ليه ما عندناش فلوس؟ امال الاكل ده راح فين؟ وفين السوق اللي مليان من خيرات الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اصلي احب انام خفيف والاكل ده من بختي. يا بنت يا حلويات. يا دي البنت حلويات، يكونش اسمها حلو على لسانك؟ نعم يا سيدي. اندهي ستك يا بنت. الله، واقفه زي التمثال كده ليه؟ خليها تحط على كتفها روب وتيجي. هو ابراهيم غريب؟ انت يا ست هانم تسمحي من فضلك؟ بقى اسمع ما اقول لك. انت راضي بيا قاضي؟ طبعا. انا هحكم بالعدل، اوعى تظن اني هوافقك وانت عصبي. مساء الخير يا سي ابراهيم. مساء النور يا ست رتيبه. بسم الله ويانا. سبقتكم من بدري. تسمحي تقولي لي ايه ده؟ ايه هو؟ اللي انت حطاهن على السفره ده؟ ده العشاء. ايه؟ طب مش كنت تحاسبي شويه على مصارينا؟ ده اكل كتير قوي، ثم ده سمين كمان قوي. ليه ده كله؟ هو احنا يعني قايمين من الكهف بقالنا 300 سنه وتسعه جعانين؟ بالهنا والعافيه. شايف؟ ايه في ايه؟ بتتكلم بسلامة نية. سلامة نية؟ اسمعي، انا ما قلتلكيش 100 مره انك لازم تستحضري دايما على عشاء زي الناس؟ امال ده ايه؟ انت بتوفري ليا يا ست. ايه ما تنطقي؟ الله، اعمل لك ايه؟ هو ان ما كانش طيور والحوم ما ينفعش الاكل؟ مش نعمه من عند ربنا وخلاص. اما دي حكايه يا اخواتي، دي حكايه. هو انت يا ست اللي بتصرفي عليا؟ يا سي ابراهيم ده ما حدش عارف له حال من يوم ربنا ما فتحها علينا. اعمل له العشاء يجي متعشي، ما اعملوش اديك شايف عمايله اهو. وايه اللي بيحصل يعني لما بيبات الاكل؟ فراجيدير وعندك خدامين وقرايب فقراء وجيران غلابه، ما بقولكيش اديتيهم ليه؟ هي المسألة على كده وبس. ايه امال على ايه تاني؟ مفيش حاجة اسمها صحة. اجيب صحة منين للوقوف في المطبخ ليل ونهار؟ مفيش عينين الناس لما يشوفونا كل ساعة ده اشي لحمة وده اشي فراخ. اهي التلاجة مليانة جبنة اشكال وانواع، وفيها برضو صينية مكرونة بالفرن. جالك كلام يا ابو خليل؟ طيب يا ستي وما جبتلناش حاجات من دي ليه؟ ما انا ما كنتش عارفة انك عازم سي ابراهيم. يا شيخة يا شيخة، هي السفرة ما تتحضرش كويس الا اذا كان حد عندنا. يا جماعة انا قربت اشبع والله. اديني اسمك ايه انت يا حلاوة شوية مية. هاتي يا بنتي يا حلاوة كوباية مية. ايه ولازمتها ايه مية على السفرة؟ دي موضة قديمة قوي ان الواحد يشرب على الاكل. اسمعي يا ستي، انت مخلية الاكل ده للصبح ليه؟ يهو هي قضية. امال يعني هزار؟ مش قايله لك ان احنا رايحين الصبح